السلام عليكم ورحمة الله التلاميذ ديال البكالوريا، ومرحبا بكم في قرايه اون بوش. فملي ضغطتي على الفيديو ودخلتي فهذا دليل على انه ما بقى لك والو الوطني، بل ممكن تكون اليوم الليله ديال الوطني. دونك كنتمنى لك كامل التوفيق، واكيد انت محتاج تسمع لهاد الهضره هادي، حيت سي فغي يعني الانسان راه كيتقاتل ويخدم ويخدم تمارين، يخدم وطنيات الى اخره، ولكن له الجانب النفسي والجانب التنظيمي والجانب ديال يعني كيفاش تتعامل مع الامتحان، سواء قبل اثناء الامتحان ولا بعد الامتحان. فراه هذه كتشكل واحد النسبه كبيره من النتيجه ديال البكالوريا. داكشي علاش ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي غنشوفوا 5 ديال الاجزاء اللي اساسيه، اللي غنشوفوا فيهم الجزء الاول شنو تجي معاك وما تنساش نهار الوطني، شنو دير الليله ديال الامتحان، شنو دير نهار الامتحان، كيفاش تعامل مع هاد الامتحان الوطني، وشنو دير من مورا ما تخرج من هاد الامتحان. نبداو باول نقطه اللي هي شنو الحوايج اللي ضروري ومؤكد انهم يكونوا عندك نهار الوطني. اول حاجه خاصك تجمع في الشكاره ديالك لا كارت ناسيونال ديالك، فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال ديالك، ولا كونفوكاسيون يعني ولا الاستدعاء لهذا الامتحان. مهم هذه بصفه عامه، وإلا جاب لها الاداره ديالكم ولا شي حاجه طلبت لكم وثائق اخرى، الاساسي هو انك تجمع هاد الوثائق هادو وتحطهم عندك في الشكاره وتكون متاكد انهم كاينين. سي بون. ندوز دابا للادوات. بالنسبه للادوات، شحال ديال الناس مثلا كيكونوا كيكتبوا ولا شي حاجه كيصدق فايض لهم ستيلو ولا مسالي ولا الى اخره. دونك ضروري الستيلو الاساسي اللي هو ستيلو ازرق تاخذ منه جوج ولا ثلاثه، فانت ما خسر والو وحطهم عندك في لاطخوس ديالك. وبيان سور غتجي معك ادوات ملونين، حيتاش اهم حاجه يعني ما بين اهم الحوايج هو انه الورقه ديالك تكون منظمه، والنظام كيكون بالكتابه المزيانه وكذلك باستعمال بعض الالوان. ماشي بالضروره تزوق كل شيء، ولكن على الاقل يكون عندك جوج الوان اخرين مختلفين على الزرق، باش كومسا يعني كتقدر انك تاثر النتيجه ودير بزاف ديال الحوايج. نفس الحاجه بالنسبه لا كالكولاتريس. لا كالكولاتريس تاكد انها خدامه، والا قدرتي كان عندك شي خوك صغير ولا شي صاحبك ما عندوش الباك ولا شي حاجه، الا قدرتي تجي حتى لا كالكولاتريس ديالو تفاديا لانه يكون شي مشكل ولا لانها تسكت ولا يوقع لها شي مشكل، تجيهم معك بجوجهم مزيان. كذلك ما تنساش كاع الادوات اللي تقدر تحتاج مثلا في رسم المبيانات في الرياضيات ولا شي حاجه. من جهه اخرى ما تنساش قريعه ديال الماء، بشرط انها ما تحطهاش فوق الطاوله، تفاديا لان مثلا ما تكونش مسدوده مزيان وتكب لك على الورقه ديالك ولا شي حاجه. تحطها حدا يعني البلاصه اللي حداك، يعني بحال جالس حداك شي وحده تحط تما القرعه ديال الماء. وسعيد يعني هذا اختياري اللي باغي مثلا يدي مع شويه ديال التمر، شويه ديال الزبيب لزياده مثلا التركيز، قرقاع الى اخره. دونك هادو حتى هما راه حوايج اللي مزيانين، خصوصا ان المده ديال الامتحان راه كتكون نوعا ما طويله. بالنسبه للنقطه الثانيه، شنو دير الليله ديال الامتحان؟ اهم حاجه ديرها الليله ديال الامتحان هي توجد هذه الادوات. فانك تجلس حتى النهار ديال الامتحان وتبدا تجمع، فراه كون اكيد غادي تنسى شي حاجه، والا ما نسيتي شي حاجه داكشي غيبقى يزيد لك ستريس، يعني فين هي هذه، فين كاينه الاخرى الى اخره. دونك تفاديا لهاد المشاكل، وجد الادوات ديالك الليله ديال الامتحان، وجد هاد الوثائق ديالك وكاع الحوايج اللي تحتاج. من جهه اخرى كثره المراجعه من الاحسن بلاش، يعني الحوايج اللي قريتي في عام راه اكيد يعني قريتيهم، والحوايج اللي ضبطتي راهم ضبطتيهم. والا كانت شي مراجعه تقدر ديرها، هي انك داكشي اللي ديجا قريتي تعاود تاكد عليه، ولا نسيتي شي ديتاي تمشي تقراه وتمشي انك تضبطو. اما يلاه تبدا تكتشف شي حوايج جدادين الى اخره، فراه هادشي غير كيزيد بزاف ديال الستريس وكيخليك يعني تحس براسك ناقصك بزاف. دونك انك تجلس حتى الاخر وتبغي يلاه تكتشف، يلاه تخدم تمرين في داكشي اللي اكتشفتي يلاه هادي، فراه هادشي شويه كيكون يعني كيأثر نفسيا يعني سلبيا. النقطه الاخرى هي نساو عليكم شي حاجه سميتها التسريبات الى اخره، فداك الشيء راه غير فريمون غير تخربيق. دونك تبقى تسنى حتى لجوج ديال الليل وتبقى غير كدا وتسنى شنو غيتحط، واش ليكسبو ولا الاعلان، شنو غيتحط في الميكانيك، شنو غيتحط في الشيمي، شنو كدا. فراه هذاك الشيء تخربيق وغير حوايج اللي كيخليوك يعني كيخليو التركيز ديالك مشتت. فراه الحاجه الا ضبطيها راه ضبطيها وفوالا، يعني ما كاينلاش انك تبقى تشتت التركيز ديالك بشي حوايج اللي كيقولوهم غير ناس قدك الى اخره. واهم حاجه هي انك تحاول تنعس بكري، حيت تابعك نهار ديال الامتحان، نهار ديال المراجعه، يعني انه غادي تدوز مثلا 3 سوايع الصباح وعندك العشيه مراجعه، وعاد عاوتاني كدوز الامتحان الثاني. فراه ضروري انكم تكونوا ناعسين بكري، حيت تابعكم نهار ديال التركيز التام. بالنسبه للنقطه الثالثه اللي هي شنو دير النهار ديال الامتحان، فراه كيف ما قلنا انه من الاحسن تكون نعستي بكري، فراه خاصك تفيق بكري،
حيت فاش كيكون عندك امتحان في واحد الوقت معين ما غاديش دير بحال انت داخل القسم. مثلا عندك امتحان مع 8 ولا 8 ونص، فراه 8 ونص خاصك تلقاك صافي راك بديتي في التمرين الاول، ماشي غتدخل القسم. سورتو انه يعني الباك ما معاش اللعب، يعني ما خاصكش تطلع للوقت اللي هو محدد. دونك حاول انك تفيق بكري، يعني تفطر. بزاف ديال الناس يقول لك ما كنبغيش نفطر مع ستريس وكذا، ولكن سي ميو انك تفطر، حيتاش هادشي كيخلي يعني الجسم ديالك كتكون عنده واحد الطاقه. وحاول انك كيف فقتي بكري توصل بكري، على الاقل قبل بواحد نص ساعه، وتجلس يعني في القسم وتكون فوالا يلاه تفاميلياريزا مع الاجواء وتجلس في بلاصتك ايتو. ندوزو دابا النقطه الرابعه اللي هي كيفاش تتعامل مع هذا الامتحان الوطني او لا مع الورقه ديال الامتحان. فراه او بالنسبه لاول حاجه هي فاش تحط قدامك يعني الورقه ديال الامتحان، اول حاجه ديرها واللي كاينين الناس كيبقاو ينساوها هي يكتبوا السميه ديالهم. كتب السميه ديالك، كتب المعلومات ديالك، الرقم ديال يعني التلميذ، اي حاجه مطلوبه منك انها تكتب تما كتبها هي الاولى. ونفس الحاجه بالنسبه الى زدتي ورقه اخرى، الا زدتي ورقه اخرى كتب فيها عاوتاني، يعني مثلا كتبتي وعمرتي يعني 4 ديال لي باج، غادي تاخذ الورقه واول حاجه عاوتاني هي تكتب فيها السميه والكنيه الى اخره. دونك هادشي راه مهم بزاف. الحاجه الثانيه اللي مهمه هي انه انت تجلس مع راسك وتحاول تفهم، يعني من التجارب اللي عندك في الامتحانات الاخرى سواء في القسم ولا في الجهوي يعني السيزيام الى اخره، غتحاول تجلس مع راسك وتعرف راسك انت من اش من نوع من هاد الثلاثه. واش من النوع اللي يعني اون فوا كيبدا الامتحان كيكون التركيز ديالو عالي 100%، ومن بعد ما حدو كيمشي في الامتحان كينقص التركيز ديالو. فإلا كنتي من هذا النوع غادي تحاول ما امكن انك تبدا بالتمرين اللي فيه الخدمه اكثر. الا خدينا يعني مثلا كمثال امتحان ديال الرياضيات، فتحاول تبدا مثلا بلي فونكسيون اللي فيهم تركيز كتار، فيهم يعني بزاف ديال لي ديتاي، ومن بعد تخلي يعني ما حدك غادي كتبقى غادي وكتنقص. اما بالنسبه لي الا كنتي من النوع مثلا اللي كيبدا في الامتحان وكيبدا شويه مشتت حتى كيدخل مع الامتحان عاد كيبدا ياخذ التركيز ديالو حتى الاخر وعاد كيكون في الماكس ديال التركيز، فهنا من الاحسن انك تبدا بالحاجه السهله. الحاجه السهله اللي ضابطها ديجا خادم فيها بزاف وكتشوف باللي راه التمرين كيف موالف كتخدمو، دونك كتخدم هذاك التمرين تزرب عليه فوالا، وتخلي داكشي اللي صعيب الاخر بشرط انه ما تعطلش في داكشي الاول. وهنا كيجي واحد الدور ديال لا جيستيون ديال الوقت. هنا ضروري تكون عندك واحد المكانه، حاول ما امكن انك ما تنساش مكانه مع الحوايج اللي خاصك ضروري تجيهم معاك، حيتاش يعني فاش كتجي معاك ساعه عندك مثلا 3 السوايع، فهنا كتبقى تقسمها، كتعرف راسك مثلا راك تعطلتي في هذا السؤال ولا مثلا فتي في السؤال يعني داكشي اللي خاص يكون مثلا عليه، كتحاول تدوز لحاجه اخرى حتى كترجع ليه ولا شي حاجه. يعني لا جيستيون ديال لو طون حاجه اساسيه، ولا كتلقى راسك مثلا جلستي ساعه في تمرين واحد، يعني ما يمكنش حاش بارفوا يعني مع داك التركيز وانت مركز مع داك السؤال تخرج ما كتحسش براسك حتى كيدوز الوقت بسرعه. دونك ضروري تحط حداك ساعه وتبقى انت كتجيري، حيت ما يمكنش السؤال واحد يجي لك تمارين اخرين. دونك كل حاجه عطيها حقها وما تعطيش شي حاجه اكثر من حقها. فالهدف هو اننا نجمعوا الماكس ديال النقط كلكو سوا هذاك التمرين وكلكو سوا هذاك السؤال. الحاجه الاخرى اللي خاصك دير هي بالنسبه للورقه ديال الوسخ، غتحاول تخصص ليها واحد الكاري ولا واحد الريكتونغل غترسمو بيديك، وغتخلي فيه يعني الاسئله اللي خليتي. مثلا كان عندك واحد التمرين ديال لي سويت، مثلا كان عندك تمرين ديال لي سويت ولا ميكانيك ولا شي حاجه، وصلتي السؤال 4 مثلا عندك شك وما عرفتيش كيفاش تخرجوا مثلا، ولا لقيتي راسك ضيعتي فيه الوقت وقلتي حتى لابخي، فكتب عندك انه لي سويت سؤال 4. علاش؟ حيت فاش كتمشي وكتغطس في وسط الامتحان راه كتنسى شحال من سؤال خليتي وفين خليتيه الى اخره. دونك غير اللي نفترض انك عقلتي فاش كتبقى تقلب فين كاين فين هادي ما كتبقاش يعني عارف فين بالضبط. دونك من الاحسن غادي دير هذاك الريكتونغ اللي يكون قدامك، اي حاجه خليتيها كتبها باش في الاخير كترجع لهذاك الشيء كامل الا بقى لك الوقت. وي وحاجه اخرى اللي هي حتى هي مهمه بزاف، هي انه اون فوا تعطيك الورقه غتفيريفي واش كاع لي باج ديالهم عامرين. يعني كتلقى كاع لي باج راهم عامرين، حيت بارفوا كيكونوا مشاكل ديال الطباعه، يعني كيكونوا مثلا هاد الامتحانات تطبعوا ولكن مثلا واحد لاباج ما مكتوباش ولا ما تطبعاتش ولا كذا. دونك ضروري اون فوا غتاخذ الورقه ديالك فيريفي بعدا بلي كاع لي باج عامرين وما كايناش شي ورقه بيضاء، سي بون. وان شاء الله راه كلشي غادي يدوز مزيان. بالنسبه للنقطه الاخيره اللي هي شنو دير من مورا ما تدوز هذا الامتحان هذا، فان فوا غدوز شي ماده شي امتحان ديال شي ماده، اهم حاجه هي انك تخرج ودنيك مسدودين. علاش؟
حيتاش راه ودنيك مسدودين سواء من الراي ديالك في الامتحان ولا من انه فاش كتخرج كتبقى تسمع شحال خرج لك في هذا السؤال، واش عندي صحيح واش غلط، شنو درتي هنا، كيفاش خرج لك الرسم، كيفاش هاجي داكشي كامله. من الاحسن انك يعني تفاداه وتخرج، حيتاش تابعك واحد 3 ايام. هاد 3 ايام هادي خاصك تصوم على الهضره ديال لا راه دوزت مزيان لا راه ما دوزتش مزيان، حيتاش راه بارفوا وهذا الشيء تعلموه مع الوقت. شحال من مره كدوز واحد الامتحان مزيان وكتلقى بلي راه ما جبتيش فيه مزيان، سورتو مورا الباك يعني. وشحال من مره كتقول هذا الامتحان ما درت فيه والو، كيصدق هو اللي جبتي فيه مزيان. فتخيل معايا تخرج من واحد الامتحان وتقول راه ما درت فيه والو، ولا تبقى تقارن مع صحابك وتلقى بلي راك غلطتي بزاف ديال الحوايج وممكن يكونوا هما اللي غالطين، وهذا الشيء اثر لك على الامتحانات الاخرين. فلنفترض كاع بصح راه داكشي ما دازش مزيان، فراه هذه ماشي يعني دعوه لانها تخسر كاع المواد اللي بقاو. يعني دوزتي واحد الامتحان، النتيجه اللي خرجت راه خرجت، الكتابه اللي كتبتي راك كتبتيها، اي حاجه درتيها يعني راه صافي تكتبات في الورقه مشات انها تصحح. فراه القدر ما يمكنش انه يتبدل. دونك من الاحسن انك تخرج وتبقى تبان قدامك غير الماده اللي جايك لقدام. دوزتي الفيزيك الصباح غتولي تبان لك غير كنظن انها كتكون لونغلي. دونك تولي تبان لك غير الانجلي قدامك. نفس الحاجه تخرج من الانجلي يولي يبان لك غير الفيزيك وهي غاديه غير تفوت وما تشوفش يعني الاساتذه اللي كيبداو يحطوا التصحيحات وكذا. من الاحسن تفوت ديك 3 ايام، دوز الاس في تي في النهار الثالث صافي ديك الساعه شوف بكي لقى راسك غلطتي داكشي ما كيبقاش يهم، حيت الاساسي هو ما ضيعتيش بعدا عليك الجهد والطاقه النفسيه اللي غدوز بها دوك المواد اللي تابعينك. المهم من خلال هاد لا فيديو هادي حاولت انني نجمع لكم اهم النصائح، سواء من التجربه ديالي ولا التجربه ديال الاصدقاء ديالي ولا التجربه ديال كل عام كنبقاو نسمعها فوالا في لي ريزو سوسيو الى اخره. دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وكنتمنى لكم كامل التوفيق. والبكالوريا راه كيبقى واحد الامتحان اللي عادي جدا يعني. داكشي اللي كيخدموا معكم الاساتذه وداكشي اللي خدمتو طيله هذا العام هذا، فراه يعني داكشي اللي قريتو هو اللي غيتحط لكم. فوالا يعني الجانب النفسي هو اللي كيلعب شويه ديال الدور. دونك داكشي اللي مكتب راه هو اللي غادي يوقع. فتوكلوا على الله وتوكلوا على راسكم، يعني تيقوا في راسكم وسيروا خدموا، وان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان. كنتمنى لكم كامل التوفيق وبون كوراج.